مساء الخير. النهارده في بودكاست جديد هنتكلم عن فيلم رامبو، رحلة البحث عن منفذ السيد رامبو. معانا السيناريست محمد حسيني. أهلا بيك. أهلا، ازيك يا أحمد؟ الحمد لله، إيه الأخبار؟ ازيك كله الأخبار؟ تمام الحمد لله، أنت إيه الدنيا؟ الحمد لله بخير. كنت عايز أسألك كده كام سؤال في خصوص الفيلم وعن وعن الكتابة بشكل عام يعني. فيلم رامبو هو أول فيلم ليك طويل، وإيه الأفلام القصيرة اللي بدأتها مثلا وكانت تجربة عاملة إزاي معاك؟ أنا أفلام القصيرة كان ليا فيلمين. فيلم اسمه جزيرة التوت، مم. وفيلم تاني اسمه غريبان وليلى. جزيرة التوت هو كان أول فيلم، وغريبان وليلى كان تاني فيلم. مم. والاتنين كانوا في فترة اتعملوا في فترة موازية لعملية كتابة وتطوير رامبو يعني. جزيرة التوت يمكن كان قبلهم، كان قبل رامبو، وكان مع خالد منصور برضو كمخرج، وكان مع صديقنا الثالث محمد مهدي كشريك في الكتابة. مم. وغريبان وليلى كان مع خالد برضو. مم. وهم دول الفيلمين القصيرين اللي أنا اشتغلت فيهم أو طلعوا يعني خرجوا للنور بشكل سينمائي يعني. مم. آه، بجانب محاولات أخرى بقى كانت كده للعب والهزار وكده، مش حاجات سينمائية يعني. اه بس دول اللي في رصيدي السينمائي يعني كأفلام قصيرة هم. من انك تكتب سيناريو لفيلم قصير بعد كده تكتب فيلم طويل، يعني مرحلة بتبقى انتقالية وكده، التجربة كانت عاملة ازاي اللي هو فاهم؟ انت كنت متعود على كتابة حاجات بسيطة صغيرة وبعد كده تكتب حاجة طويلة زي كده، واشمعنى عن حيوانات او رامبو؟ هو التجربتين مختلفين عن بعض، لأن هم وسيط مختلف، كل واحد فيهم وسيط مختلف، لكن بنتعلم منهم يعني. الأفلام القصيرة الواحد يتعلم منها كتير. الفيلم القصير دايما بيتميز بأن هو أشبه بستيتمنت، أو بيبقى خط درامي واحد، مش أكتر من كده. بيبقى حدوته مكثفة جدا، الكلام فيه مكثف وبسيط عشان تقدر توصل المشاعر والحاجة اللي انت عايز توصلها بأكتر طريقة مكثفة فاهمك اه. ممكن. فبيتعلمك كتير لغة سينمائية أكتر، ازاي زي ما بيقولوا شو دونت تيل، اللي انت بتكتب سيناريو للشاشة، بتكتب وسيط سينمائي مم. لحاجة هتتفرج عليها الناس. فأفلام القصيرة علمت الواحد طور معاها، وكانت يعتبر تمهيد لأن الواحد يقدر يتعامل مع سيناريو فيلم طويل و... ويبدأ يشتغل عليه ويكمل الطريق ده. مم. ولكن كل واحد فيه ليهم ليها كل واحد فيهم ليه حرفته الخاصة، ولكنهم بيكملوا بعض يعني في أجزاء. ب... بتتعلم منهم كتير، بالذات في حتة التكثيف دي وإزاي تعبر سينمائيا أكتر يعني. بالنسبة للحيوانات أو كده، لا هو مش فيش لا احنا اصلا هو في مفيش فيلم توجه معين. كان في فيلم اه، تقريبا من افلام قصيرة كان فيه حصان، وفي فيلم تاني كان فيه كلب. ف دي لا قصة. هو الكلب الوحيد في رامبو. الفيلم التاني غربان وليلى كان فيه حصان، عشان هو كان فيه حنطور، يعني الحنطور كانت اه فاهم. كان جزء أساسي في الفيلم. حنطور وسائق حنطور فيه، فهو كان بالصدفة إن كان في تعامل برضو مع حيوان وكده، بس الحصان نفسه مش ملهوش كاركتر أو شخصية ملموسة قوي زي رامبو في الفيلم الطويل ايوه يعني. فاهم. دي كانت صدفة يعني. عشان تعلم كتابة السيناريو لازم تدرس ولا مش شرط؟ يعني لو حضرت ورشة مثلا أو مجرد قريت كتب تقدر تكتب سيناريو مظبوط لفيلم طويل ولا لأ؟ ممكن نقول مش لازم تدرس الدراسة الأكاديمية، يعني زي ما بيقولوا مش لازم اللي هو بدل ما عرفتش أخش مثلا معهد سينما قسم سيناريو، أو اللي أنا أروح أدرسه في كلية ما أو معهد ما، فخلاص مش هكتب سيناريو. لا، هو مش لازم تدرس، لكن لازم تذاكر، لازم تدرس بالشكل الدراسة الذاتية عادي، اللي أنت تتعلم تقرأ كتب وتشوف، وتحاول تحضر ورش كتابة سيناريو، وتلتحق بأي جروبات من كتابة السيناريو وت... وتدور على فيديوهات تعلمك سيناريو، وتتعلم بالممارسة كمان. يعني هو أهم حاجة إن أنت الحاجة اللي تسمعها أو تعرفها لازم تطبقها، تجرب تكتب بيها وتتعلم وتاخد فيدباك وكده. فهو لا، مش شرط الدراسة الأكاديمية يعني. اللي هو مش قصدي اللي أنت
بدل ما جاتليش الفرصة ان انا اتقبل في حاجة فيها دراسة أكاديمية فخلاص بقى يعني استسلم، لا عادي. ليك اتعلم بشكل ذاتي بشكل كبير. ف والمذاكرة نفسها او الدراسة ما بتتوقفش، يعني مع ان انت تقعد تتعلم ازاي تكتب وتطور في المهنة في الحرفة دي، دي حاجة لا تتوقف يعني. ف... تخيل. فهي انا خريج اصلا كلية هندسة، انا اه. مهندس معماري في الاصل. فاللي هو ملهاش علاقة برضو، بس عادي اتعلمت بنفس الطريقة اللي بتقولها. اه و... لا، انا كنت بدات اكتب قصص قصيره ايام الكليه، وكنت بحب كتابه القصه القصيره عشان يعني ببقى عايز اعبر عن افكار معينه او مشاعر معينه. كانت القصه بتبقى وسيط بالنسبه لي بيني وبين الناس، اقدر اتكلم، ما بعرفش ساعات اتكلم بشكل مباشر انا على طول، يعني بحب احكي الحاجه في شكل حدوته. فكنت بكتب قصص قصيره، وبعدين مع الوقت بقى القصص القصيره لسه بكتب قصص قصيره عامه يعني. بس مع جامد. الوقت بقى اتطورت، اللي انا يعني لقيت اللي الوسيط السينما، اللي انا بحب السينما من زمان وبحب يعني ومتذوقها من زمان يعني من صغري، الافلام متربيت عليها يعني. ف هو الكتاب اصلا كده بيحبوا اللي هو الحاجة اللي يكتبوها يشوفوها قدامهم، لا التخيل بتاعهم بيبقى حقيقة. هي لان هي السينما ليها سحر خاص جدا يعني. هو الواحد مهما كنت بتكتب وبتحب الحاجة، هي لسه القصة قصيرة بحبها، بس برضو أغلب القصص اللي بكتبها ببقى نفسي أشوفها، يعني بتخيلها جوه دماغي إزاي لو هتبقى تتحول الوسيط المرئي ده تبقى حاجة سينمائية هتبقى عاملة ازاي. ف... ففي الآخر يعني السينما ليها حب خاص يعني. ف بس والموضوع اتطور بشكل طبيعي جدا يعني، باللي أنا أتعرف على أصدقاء بيحبوا الحاجة وأتعلم من أصدقاء. يعني أنا خالد علمني أصلا، يعني كان سابقني في حتة السيناريو وصناعة الأفلام دي. ب... فكنت بتعلم منه كتير على فكرة، كان بيديني نصايح كتيرة في السيناريو، وكان بنستفيد منه كتير يعني. جميل جدا بصراحة. وانتوا ازاي اقنعتوا الشركة انتاج بالفكرة يعني؟ وازاي واحد اصلا يقنع لو عنده سيناريو مثلا يقنع بيه الشركة، لو معاه سيناريو طويل برضو؟ هي دي للأسف هو مش احنا يعني بيسمونا صناع سينما مستقلين، لسه مش معروفين أو محدش يعرفهم، أو ناس لسه بتبدأ الطريق. ف... فكرحلة مثلا، كرحلة زي رحلة رامبو مثلا، لا احنا ما كانش في حد هيقدر ياخد السيناريو أو يقتنع بيه من أول مرة. مم. فخدنا الطريق الصعب يعني. خالد ورشا بدأوا رحلة بحث عن الإنتاج نفسه، بإن هم ندور على في المنح من مهرجانات بره، والمنح اللي بتقدمها الجهات المانحة المختلفة حوالين العالم، إذا كان محلية أو إقليمية أو العالمية. بنغور السيناريو وبنقدم مشروع الفيلم بره، وبنقدمه، نحاول عندنا ميزانية معينة محطوطة، بندور إن إحنا إزاي نجمعها بالتدريج. وبعد بقى رحلة حوالي 6 سنين ونص أو حاجة، والفيلم كان واصل قدر يوفر جزء كبير من الميزانية. تواصل معانا بقى المنتج الكبير محمد حفظي، مم. وكمل هو الجزء اللي فاضل من الميزانية، وكشركة إنتاج تفاعل مع الفيلم وقدر وبقى يعني شريك فيه أساسي. بس ده بعد سنين بقى من تطوير السيناريو والمشروع، واللي هو بدأ يتعرف وبدأ الناس تقدر بقت واثقة فيه كمشروع، وهو نفسه لما قراه طبعا اقتنع بيه بعد. بس كانت خطوة بقى بعد سنين يعني من السعي يعني. فهو للأسف الشديد مش يعني نسبة ضئيلة جدا، أنا مش عايز أحبط حد، بس هو يعني نسبة ضئيلة جدا إن أنت تكتب سيناريو وتروح لمنتج فيتحمس له فيقول لك تمام أوكي يلا بينا. فاهم. خاصة لو أنت حد لسه بتبدأ حياتك، ويعني وملكش أي زي ما بيقولوا أمارة أو سابقة أعمال. ف... فالحتة دي بتبقى صعبة شوية. بس ممكن جايز يكون في ناس وفي منتجين وخصوصا انتوا بيحبوا خليتوه تجاري يعني، كان فيلم مهرجانات عادي جدا وبقى فيلم تجاري. لا هو من البداية الفيلم رامبو من البداية كان احنا بنحاول المشروع كان فيه التوازن ده، اللي احنا بنحاول يبقى الفيلم فيه قيمة فنية عالية، وفي نفس الوقت مم. فيلم جماهيري يستوعبه اي حد يتفرج عليه يتبسط بيه ويفهمه، ما يحسش ان هو بيتفرج على حاجة فيها فزلكة او غريبة عليه، او
ايوه، ما ده اللي اللغة. اقصده، ان اه انتوا مثلا خليتوه حاجه تجاريه وهو اصلا في الاصل حاجه فنيه. هو الاثنين، هو يعتبر احنا من الاثنين، ده التوجه بتاعنا اللي هو الفيلم. هو في الاخر ما هو اي حاجه برضه فيلم جماهيري هو فيه قيمه فنيه، بس هي امم. الفكره نفسها اللي انت من البدايه احنا عايزين نعمل فيلم يحقق التوازن ده. ان هو في زي ما بقول يعني، ما بنحبش نقول الجمله دي، بس هو زي ما بيقول مثلا فيلم فيه قيمه فنيه ووجهه نظر ما ممكن يستوعبها النقاد في اي حته في العالم، والمهرجانات وكل اي حد في الجزء ده. والناحيه التانيه في قيمه جماهيريه عاليه برضو اللي اي حد يتفرج عليه يتبسط بيه ويستوعب القصه ويحبها. فهو كانت الفكره نفسها التحدي اللي احنا نعمل التوازن ده، البالانس ده. ف امم. وده الحمد لله، الحمد لله من رد فعل الناس عليه، يعني من رد فعل الجماهيري والنقدي في كل حته كان الحمد لله قدر يوصل لده. ف... يعني فدي كان توجه من البدايه، احنا مش جينا في النص مثلا غيرنا قلنا لا هنخليه جماهيري اكتر او هنخليه كذا، او لا، هو من اول لحظه احنا عايزين نعمل فيلم متوازن بس. فهي دي الفكره. حلو جدا. طب شكل الفيلم او الاحداث كانت ازاي قبل ما نشوفه على الشاشه، يعني من غير حرق عشان الناس تشوف الفيلم في السينما؟ يعني تكون القصه مثلا كانت عن واحد برضو بيهرب بالكلب بيدور له على منفذ عشان جارهم اللي عايز ياخد بيتهم وعضه، ولا كانت غير كده من 8 سنين مثلا فول دريفت؟ لا من 8 سنين، من 8 سنين كانت نفس القصه، يعني نفس زي ما بنقول كده الخطوط الرئيسيه للحدوته، نفس اللوج لاين. ان في امم. شخص جاره بيسيء ليه بشكل ما فكان بيدافع عنه، امم. فالجار ده بيبقى عايز الكلب، ف صاحب الكلب البطل بتاعنا بيحاول ينقذه. فهي دي كانت الحتة الثابتة عندنا من أول لحظة. اتغير إيه بقى في النص؟ اتغير حاجات كتيرة في النص، مثلا في أحداث ما بين أحداث الرحلة دي نفسها اتغير فيها حاجات، اتطورت كتير. كان في شخصيات أكتر مشيت، وشخصيات تانية اتطورت وشخصيات دورها قل بس عشان يخدم حاجة تانية، وشخصيات دورها كبر أكتر. فكان تطوير في العالم بتاع حسن، واتطور حسن نفسه كشخصية، واتطور رامبو امم. كمان ككلب، كيبقى كاركتر. كرامبو ليه حوالي 60 مشهد في الفيلم، ليه حوالي يعني تلتين الفيلم بيظهر فيه، وليه مشاهد امم. بيمثل فيها. فكل ده كان تطوير، لأن يعني الفيلم بيتصور منه الدرافت المسودة رقم 13. فكل ده كان تطوير، ولكن كان في دايما في ثبات على نفس الحدوته، مفيش اي تغيير بيحصل فيها. يعني هي اللوج لاين بتاعنا هو واحد ما اتغيرش، الرحله بتاعتنا واحده ما اتغيرتش كاساسيات فيها، يعني كدافع بيحرك الاحداث. ولكن وحتى النهايه كانت ثابته برضو من اول لحظه. لا الناس تخش تشوف بقى عشان ما نحرقش، بس اه غير بالظبط. غير وما كده. تنسوش تشوفوه يعني. يا ريت. اتمنى الناس كلها تشوف وتقول رايها فيه بمنتهى الصراحه، يا رب يعجبهم يعني. ف يا رب. ف يعني اتطور حاجات كتير على مستوى الشخصيات والاحداث، ولكن الخطوط العريضه الاساسيه كانت هي ثابته ما اتغيرتش. تمام فهمت. طب ايه شغلك اللي جاي بقى، او حاجة تنصح بيها الناس يتعلموا منها السيناريو؟ ده سؤالين في سؤال يعني واحد. يعني هو يعني بص هي بتبقى القفلة كده، فاللي هو ايه اه شغلك اللي جاي، فاهم؟ ف ان شاء الله الفتره الجايه في يعني في مشروع، في فيلم ان شاء الله انا وخالد برضو شغال عليه دلوقتي. وفي مشروعين لمسلسلين برضو شغالين عليهم، بس لسه في مرحلة التطوير أو كده. ده بالنسبة لي أنا يعني. وما في مشروع فيلم قصير كمان برضو داخل فيه ككو رايتر، لأن أنا ستيل برضو بحب الأفلام القصيرة. ف... مم. فمش هسيبها يعني. فلما ألاقي فكرة حلوة بتفاعل معاها. فدي تقريبا ايه الاسم، في اسم ممكن تقوله منهم ولا لسه؟ لا صعب دلوقتي خالص. صعب اقول اي اه ده اسامي لسه في دلوقتي. البداية. بس ان شاء الله يعني لما اي حاجه فيهم توصل لمرحله سوليد يعني وتبقى جاهزه اللي يتم الاعلان عنها، هعلن على السوشيال ميديا على الاكونت بتاعي على طول يعني. ف... فده بالنسبه للقادم يعني باذن الله، يعني اتمنى الامور تمشي على خير.
فعلا. وبالنسبة لناس تعمل ايه، يتعلموا ازاي زي ما كنا بنتكلم يعني. انت اولا انت لازم يبقى عندك قصص انت مؤمن بيها او بتحبها قوي، في حدوتة معينة، امسك حدوتة معينة نفسك تحكيها. ولو انت حابب تروح لان انت لوسيط السينما، ابدأ كفيلم قصير، عادي، وخد وقتك وتعلم فيه، لأن الفيلم القصير مساحة حلوة جدا اللي أنت تتعلم فيها كتير جدا، ككتابة سيناريو وكإخراج وكإدارة لوكيشن، يعني قصدي ككل الديبارتمنتس نفسها من إخراج وكتابة وكل شيء يعني. فشوف عندك حدوتة حلوة وتعلم من خلالها بقى، يعني كتابة السيناريو وطور نفسك فيها، و... وده يبقى بروجكت تشتغل عليه او تشتغلي عليه يعني. ف... وطول ما عندك حدوته انت عايز تحكيها ومؤمن بيها جدا، هتقدر وتركز بس معاها، ما تشتتش نفسك. بالظبط اه. يعني لان ساعات كتير بنلاقي ناس بتزهق او بيشتتوا نفسهم في حاجات تانية او كده. لا يعني، طبعا ده لا، كلامي مش معناه ان انت يعني تسيب دنيتك حالك وكل حاجه وما تعملش غير بالظبط. حاجه ده. لا، انا قصدي كبروجكت، يبقى انا حاطط في دماغي ان انا عندي الفيلم الفلاني، انا حلم. ده عايز حلم معين عايز اعمله، وده ده خطوه او هدف في حلم اكبر او لحاجه اكبر من كده. فامسك واركز فيها بجانب شغلي، حياتي، جانب دراستي، ولكن مركز، هي دي الحاجه اللي انا مركز فيها. دايما اقدر عادي او ان اقدر اوازن بين الاثنين واعمل البالانس ده، ان انا اشتغل وعادي واشتغل على حاجات تانية بجانب شغلي. و... وهوصل لده واحده واحده، ناخد وقتنا وناخد، ما نبقاش مستعجلين، بس ناخد خطوات صح يعني. ما فيش داعي للاستعجال، ولكن الواحد برضو مفيش داعي للترخي قوي، او اللي احنا نشتت نفسنا في حاجات تانية. نركز بس على الحاجه اللي معانا، و... ونقدر ونشوف مع بعض، يعني زي دايما بنقول الحته دي، شوف جروب انتوا مع بعض كيمياء، كيميتكم ودماغكم وافكاركم واحلامكم قريبين من بعض وفاهمين بعض، وعندكم حلم مشترك تقدروا تشاركوا بعضيكوا بمنتهى الأريحية، وتقدروا تتعاملوا مع بعض وتبقوا تقوموا بعضيكوا. مخرج مع كاتب مع منتج مع كذا، كل واحد عنده حلم فيكم، وجمعوا بعض واعملوا جروبات واشتغلوا مع بعضيكوا، لأنها عملية جماعية جدا يعني. السينما، كله بيكمل بعضه. بالظبط، السينما هي صناعة كله بيكمل فيها بعض، مفيش شخص واحد هو اللي ستار فيها، كله بيكمل بعضه. وعشان البروجكت يطلع بأحسن صورة ممكن، في مخرج بيدير العملية دي يعني الكبيرة، البروجكت ده، ولكنه هو أشبه بالكوتش، المدرب بتاع الفريق أو اللي بيدير، عنده بلان وعنده فيجن، بس في الآخر امم. كله بيساعد بعض. والمخرج ده لازم يبقى شخص بيسمع ومتفهم، وفي نفس الوقت عنده رؤية، وجهة نظر بيتحرك من خلالها، ومحترم كل التيم اللي معاه، والتيم اللي معاه عارف كل واحد فيهم عارف دوره، وفي نفس الوقت كلهم محترمينه، وفي وقت هو محترمهم. هي علاقة كده كلها مبنية على الاحترام، والعملية ازاي تخلق شيء وعمل فني إبداعي بالعمل الجماعي. هي عملية جماعية جدا يعني. ف... امم. فكل ده، دي كلها حاجات الواحد مر بيها وجربها في الفترة اللي فاتت دي في حياته. و... وزي ما بقول يعني، دوروا دايما على ناس شبهكم، و... واحلموا مع بعض وتحركوا مع بعض وركزوا على الحلم ده، ومشوها خطوات، واحدة واحدة، خطوة خطوة بس. تمام. بمناسبة الشغل بقى، انت لو ما كنت كاتب سيناريو كنت هتعمل ايه؟ كنت هبقى كاتب في المطلق. انا اوريدي انا بحب الكتابه بشكل مطلق يعني. لما كنتش كاتب سيناريو كان في يوم ما هكتب سيناريو برضو يعني. حتى هبقى نفسي اشوف كتابتي وتتحول لافلام او اكتب افلام عموما. فانا عموما انا بحب الكتابه بكل انواعها. انا يعني كرييتيف رايتنج او الكتابه عموما باي شكل ليها، قصص قصيره، افلام طويلة وأفلام قصيرة، سكتشات، مشهد، فكرة إعلان. أنا اشتغلت في كل حاجة، عملت كل حاجة ليها علاقة بالكتابة الإبداعية زي ما بيقولوا يعني الكرياتيف رايتنج. فأنا بحب امم. الكتابة عموما، وفكرة خلق الأفكار دي اللي أنت تطلع فكرة وتحولها لحقيقة وكده. فلما حلو جدا. كنتش لما كنتش كاتب، لما كنتش سيناريست، كنت هشتغل حاجة تانية.
واوريدي اشتغلت حاجات تانية كتير وكتبت حاجات تانية مختلفة. فهي انا جربت كل حاجة. انا بحب عموما فكرة الكرييشن دي، اللي انت تخلق فكرة او تخلق تعمل حدوتة ما. حتى لو الحدوتة دي بقول لك ممكن تبقى مشهد بسيط، سكتش او حتى اعلان او اي فكرة، حتى فكرة إمم، بسيطة على السوشيال ميديا ولا اي حاجة. ف بس بتفرق، بتفرق طبعا بتفرق خيالك. تفرق من وسيط لتاني طبعا، لان كل واحد لكل وسيط ليه طريقته في التناول الافكار نفسها. بس في إمم، الاخر هو فكره الحدوته، الستوري تيلينج، ان انت ازاي تبقى شخص بتعرف تحكي حدوته بايا كان ايه هي. حتى لو بحكي لك إمم، دلوقتي حدوته، اقول لك مثلا النهارده حصل ايه من اول النهار لاخره، فانا حكيت لك حدوته. ممكن احكيها لك بشكل ممل جدا، وممكن احكيها لك بشكل شيق جدا. فهي دي كلها انا بحب الحكي. ف إمم. ما كنتش لو ما كنت أقول لك كنت هشتغل في حاجة تانية برضه على الكتابة، وأوريدي بشتغل بيها يعني. خلاص تمام، بس كده دي كانت كل الأسئلة يعني. شكرًا شكرا جدًا شكرا ليك، شكرا جدا يا أحمد، شكرا والله، انبسطت جدا، شكرا جدا. وأنا انبسطت أتمنى أكتر أكون حقيقي قلت من أي أحلى حاجة الحلقات. مفيدة والله. أتمنى أكون لا ما قلت تقلقش والله كلامك كله مفيد فعلًا، شكرا جدا. وبس ونتمنى من الناس يعني تشوف الفيلم وتقول أتمنى رأيها برضه طبعًا أتمنى بإذن الله. أتمنى ده جدا، ومبسوط، وشكرا ليك جدا على الفرصة دي، على الدردشة اللطيفة دي جدا. وأنا وأت... كمان حقيقي. ومبسوط إن أنا اتعرفت عليك جدا، ويا رب الناس يعني تشوف الفيلم وتقول رأيها، وأتمنى يتبسطوا بيه يعني. يا رب، ماشي اتفقنا. شكرا خلاص يا تمام. شكرا شكرا. العفو، مع السلامة العفو، مع السلامة. مع باي. السلامة.